تعال أقول لك قصة القرد اللي حير العلماء والعالم. في أوائل الستينات في قلب أفريقيا اتولد قرد من نوع الشمبانزي، لكن ما كانش زي بقية القرود التانيين، وطلع عليه اسم أوليفر. ومن وهو صغير بدأت تظهر عليه علامات غريبة. ما كانش بيمشي على إيده ورجله زي بقية القرود التانيين، بالعكس كان بيمشي على رجلين الاتنين باستقامة شبه كاملة زي ما يكون بني آدم أعزكم الله. وكانت ملامحه مفلطحة وعينه واسعة ومناخيره أقصر من أي شمبانزي تاني، وشكله العام يديلك شعور غامض كأنك بتبص لنسخة مشوهة من الإنسان. والغريب في الموضوع إنه ما كانش بيدي أي اهتمام لأي قرد تانية، بالعكس ده كان اهتمامه بالبشر غريب جدا خصوصا السيدات. واتنقل أوليفر لأمريكا، وهناك بدأت الناس تسأل بعضها هو ده شمبانزي ولا إيه بالظبط. وفي السبعينات أوليفر بقى نجم في عروض السيرك، وكانوا بيقدموه على أساس إنه القرد الإنسان. وكان بعض الناس بتؤمن بسر إنه ممكن يكون ناتج عن تجربة علمية سرية، أو حتى كائن هجين بين إنسان وقرد، وممكن يكون اتسجن في مختبرات الحرب الباردة في سياق تطوير الجنود المثاليين. وفي علماء كتير أجمعوا إن الشمبانزي ده مستحيل يكون قرد طبيعي، واحتمال كبير يكون هجين بين الإنسان والقرد. وفي جهات ومنظومات سرية في أمريكا أخذت أوليفر وعملت له اختبارات كتير، ومحدش فيهم طلع بيان رسمي لسنوات كتيرة. وفي الآخر خالص بعد مرور أكتر من 3 عقود من الجدل والكلام الكتير اتعمل لأوليفر تحليل DNA شامل في التسعينات. ومن هنا بس الناس ابتدت تهدى وتبطل تطلع إشاعات عنه بإن القرد أوليفر ما كانش هجين وما كانش بيحمل جينات بشرية نهائي. بالعكس ده كان شمبانزي نادر بيحمل صفات استثنائية نتيجة الطفرات الطبيعية أو ممكن تزاوج غير معتاد ضمن جماعات معزولة. بس بعد كل ده كان في سر مخلي العلماء قربوا يتجنوا، وطلعوا وقالوا إن في حاجة في سلوك أوليفر غريبة جدا، من نسبة ذكائه لقدرته على التعلم لتفضيلاته الاجتماعية. كل ده بيخلي العلماء والناس مستغربين ازاي يكون في قرد في كل الصفات دي. وفي آخر أيام القرد أوليفر نقلوه في محمية طبيعية في ولاية تكساس، وما بقاش حد بيتكلم عنه خالص ولا بقى نجم السيرك، وكان مجرد قرد هادي. وفي سنة 2012 كانت نهاية القرد أوليفر بعد ما عاش 55 سنة، ولحد دلوقتي في ناس لسه مفكرة إنه هجين بين القرد والإنسان. ولو أنت أول مرة تسمع عن قصة القرد أوليفر يا ريت فضلا وليس أمرا تتابعني.